أهلا بيكم في المحاضرة الثالثة من الكورس بتاعنا. وفي المحاضرة الثالثة هنتكلم عن ثقافة الخزي وتأثيرها علينا، لأن الخزي بيأثر جدا علينا، والخزي له علاقة في الثقافة العربية جدا بالجنس. تعالوا نعرف إيه هو الخزي وتأثير ثقافة الخزي علينا إيه، مش بس جنسيا ولكن نفسيا واجتماعيا كمان. طيب ايه هو الخزي؟ تعال نبتدي نعرف ايه هو الخزي. الخزي هو عاطفة او شعور او ادراك او حالة نفسية. يعتقد ان اصول مصطلح الخزي اللي هو شيم مشتق من كلمة قديمة تعني التغطي، مثل تغطية الشخص لنفسه، او تعني حرفيا او مجازيا التعبير الطبيعي للخزي. بمعنى اصح ان كلمة خزي معناها ان انا مكسوف من نفسي قوي لدرجة ان انا عايز اغطي نفسي. في مصر كده مثل شعبي معروف قوي يقول انا نفسي الارض تتشق وتبلعني. هو الخزي حاجة زي كده، من كتر ما انت مكسوف قوي من نفسك فعايز الارض تتشق تتفتح كده وتنزل وانت تختفي. فكلمة خزي او كلمة شيم، المصطلح ده جاي من كلمة التغطي. هي كلمة طبعا قديمة معناها التغطي، فكأنك بتقول ايه؟ بتقول انا مكسوف من نفسي وانا عايز اتغطى، مش عايز الناس تبص عليا ولا عايز الناس تشوفني. طبعا الخزي في الثقافة العربية وفي البلاد العربية منتشر جدا جدا اكتر من الثقافات الغربية، ومعروف حتى ثقافتنا العربية يعني بيسموها ثقافة الخزي، لأن احنا دايما بنتكسف نعمل أي حاجة قدام الناس، خصوصا لو في الحاجات الجنسية أو لو في أي حاجة ليها علاقة بالجنس نبقى مكسوفين جدا إن احنا نعملها قدام الناس بسبب الثقافة اللي احنا اتربينا عليها وهي ثقافة الخزي. طيب تعالوا ناخد كده أنواع الخزي. في خزي مكتسب من البيئة، زي مثلا ان الزوج ما ينفعش ينشر الغسيل او يعلق الغسيل لو مراته تعبانه، وده يعني في الثقافه العربيه يعني عيب قوي. ازاي يعني ينشر الغسيل؟ لان ده شغل بقى ستات، وما ينفعش ان راجل البيت هو اللي ينشر الغسيل. فبيحصل هنا تريقه بقى، يعني إيه انت اللي بتنشر الغسيل ومراتك قاعده؟ كلام من هذا القبيل. طبعا ده خزي مكتسب من البيئة اللي احنا عايشين فيها، والثقافة اللي احنا عايشين فيها بتقول ان الراجل لما يقوم بمهام دور المهام والدور بتاع السيدة، ده معناه ان هو يعني مش كامل الرجولة، او يعني الرجولة بتاعته مش كاملة. فده طبعا بيعمل له خزي، يعني بيخليه طبعا ما يعملش الحاجات دي خوفا من المجتمع. حتى لو هو جواه مقتنع ان مفيش مشكلة ان انا اعمل ده، مش هيقدر يعمل ده او يظهر ده للناس، لانه شايف ان ده في خزي، وشايف ان ده هيكون حاجة بتكسفه قدام الناس. في خزي مكتسب من الأسرة. خليني بس ايه، الخزي المكتسب من الأسرة ده اللي ممكن تصاب بالأسرة من مشاعر خزي شديدة لحدوث حمل مثلا بدون زواج رسمي أو دخول أحد أفرادها السجن. ده بقى خزي مكتسب للأسرة كلها، بمعنى إن الأسرة كلها بتحس بالخزي بسبب مثلا إن واحد من الأسرة دي مدمن مثلا، أو واحد من الأسرة دي دخل السجن، أو بنت مثلا غلطت أو مارست الجنس خارج الزواج وهي حامل. فده بيعمل خزي بقى للأسرة. وطبعا الكلام اللي من قبيل ايه، انتي عرتينا او انت عرتنا، انت وديت اسم العيلة في داهية، انت بهدلت الدنيا، انت بهدلت الأسرة. فبيبقى فيه خزي طبعا مكتسب، وخزي يعني الأسرة كلها بتحس بيه بسبب اللي حاصل ده. في بقى الخزي الشخصي. الخزي الشخصي ده اللي هو كون الشخص لا يستطيع أن يرتقي ليصل إلى معاييره الخاصة في القيم، مثلا رسب في الامتحان، ولا يستطيع مواجهة رسبة في الامتحان، ولا يستطيع مواجهة العالم الخارجي، يمكنه أن يغلق على نفسه ويرفض مقابلة أي إنسان. ده الخزي الشخصي اللي ليه علاقة بي أنا كإنسان،
بمعنى اني احس بالكسوف والخزي وان انا مكسوف من نفسي بسبب اني رسبت في الامتحان مثلا. فهنا الشخص اللي بيحس بالخزي للاسف ما بيفرقش ما بين الفعل وما بين هو نفسيا. يعني في فرق ما بين الخزي والشعور بالذنب. الشعور بالذنب انا حاسس اني مكسوف من حاجه انا عملتها، زي مثلا ان انا شتمت، ان انا ضربت حد، ان انا عليت صوتي على حد، فانا متضايق من الفعل ده، فده بحس بالذنب، معناه ان انا متضايق او مكسوف من فعل معين انا عملته. لكن الخزي للاسف بيبقى انا مكسوف من نفسي، انا مكسوف مني انا. عشان كده حتى بنقول ووصلنا لدرجه ان انا عايز اغطي نفسي. عشان كده الخزي اعلى، مشاعر اعلى من الشعور بالذنب، وبيبقى اقوى، وبيبقى محتاج ان انا اتعامل معاه بطريقه سليمه. ولكن طبعا في الخزي الايجابي، يعني الخزي برضو مطلوب، لان لو مفيش خزي انا همشي عريان في الشارع، فده بيسموه الخزي الايجابي. الخزي العادي اللي ربنا حطه فينا، ان انا ما ينفعش امشي عريان في الشارع، ان انا لما اكون مثلا بغير هدومي وحد يخش عليا بتكسف او بغطي نفسي، فده نوع من انواع الخزي، وده خزي ايجابي. يعني مش كل الخزي خزي سلبي، لكن لو اتعاملت مع الخزي بطريقه سليمه هيفرق معايا قوي ان انا اتعامل مع الخزي بطريقه صح. يعني الخزي له علاقه كبيره جدا بالجنس. هنا في الثقافه العربيه ما ينفعش تتكلم عن الجنس مع اي حد، ينفعش وعلى فكره للاسف اباء وامهات كتير قوي بيبقوا عندهم خزي ان هم يتكلموا مع اولادهم عن الجنس، بيبقوا مكسوفين يتكلموا مع اولادهم عن الجنس. وده بسبب ان هم عندهم اتشربوا من ثقافة الخزي جواهم، ان الجنس ده عيب، وان الجنس ده حاجة ما ينفعش نتكلم فيها، وان الجنس ده حاجة غير مقدسة وما ينفعش ان احنا نتكلم فيه، ولا ينفع ان احنا نفتح عين العيال على حاجة زي كده. مع ان بالعكس، كل ما الطفل تكلمه عن المواضيع دي اكتر، كل ما يكون حصانة اكبر، كل ما يبقاش عايز ياخد المعلومات من بره. عشان كده لو انا اتعاملت مع الخزي بتاعي، انا طبعا كأب وام، لو اتعاملت مع الخزي بتاعي بطريقة صحيحة، مش هورث الخزي ده لابني او بنتي، خصوصا في المواضيع الجنسية، وخصوصا في التربية الجنسية. زي ما قلنا للأسف مجتمعنا ده بيخجل من الجنس، ما بيتكلمش مع الأطفال في الجنس خالص. وللأسف كمان في بعض المراهقين، شوف يعني وصلوا لمرحلة المراهقة وبرضو ما بنكلمهمش عن الجنس. وفي بعض المراهقين أصلا ما يعرفوش العملية الجنسية دي بتتم ازاي، ولا يعرفوا حتى يعني ايه تكاثر ويعني ايه جنس والعملية الجنسية بتتم ازاي. للأسف بنسيب المجتمع هو اللي يعلمهم، بيروح يتعلم من المجلات الرخيصة، من السيديهات اللي في الشارع، بيروح يتعلم من الأفلام الجنسية، بيروح يتعلم من أصحابه، بيروح يتعلم من أي حد بقى يديله أي معلومة تكون معلومة غير صحيحة وغير علمية. عشان كده محتاجين نتعامل مع الخزي بتاعنا، محتاجين نوصل المعلومة لأولادنا، محتاجين نوصل المعلومة للمراهقين بتوعنا، محتاجين نتكلم في الجنس. يعني للأسف كمان حتى الأزواج مع بعضهم ساعات بيتكسفوا يتكلموا مع بعض عن الجنس، وإيه اللي بيبسط الزوج من الزوجة، وإيه اللي بيبسط الزوجة من الزوج. بيبقى فيه خزي كمان، هم مكسوفين يتكلموا في حاجة زي كده، لأن إحنا في ثقافتنا العربية ما تربيناش إن إحنا نتكلم في الجنس. شكرا ليكم. المحاضرة دي خلصت، واشوفكم في محاضرة جديدة من الكورس بتاعنا.